السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايب قلبي اللي منوريني. نبدأ يومنا كده دايما بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عاملين إيه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، ومحققين كل اللي انتوا تتمنوه. هنا بقى يا بنات، النهاردة كان اليوم شمس حلوة قوي، فقلت ايه، البلكونة عندي كانت مطربة جدا، وبقالي فترة كبيرة ما عملتهاشي. انتوا عارفين الجو الايام اللي فاتت دي كان صعب، فانا بصراحة استغليت ان النهاردة كده كانت شمس وحلوة و... وقلت بقى ايه، انضف البلكونة تنظيفة كده عميقة و... واخليها حلوة كده وريحتها حلوة واشيل التراب ده منها. بدأت كده ان انا ازعف كل بقى السقف والحيطان. عايزة اقول لكم انا عشان المكان زي ما انتوا شفتوا عندي كده ان هو فاضي، مفيش قدامي اي حد، فمش عارفة التراب بيلزق حتى في الحيطان، والله العظيم بمشي ايدي على الحيطان كده بلاقي تراب لازق فيها. فزعفت كده. الزعافة بتاع العنكبوت دي بصراحة بعمل بيها كل حاجة في البلكونة، حلوة جدا. فزعفت كده السقف والحيطان والشيش والقوايم اللي هي في السور بتاع البلكونة دي، نفضت منها التراب كله. بعد كده بقى خدت مية سخنة. المية السخنة دي بحبها في التنظيف قوي، لانها بتعقم معايا، وبتخلي اي حاجة احطها في المية بتعمل رغاوي كتير قوي. فحطيت فيها شوية مسحوق من بتاع الغسيل اللي هو البودر ده، وشوية كلوريل اللي هو الألوان، وابتديت بقى ان انا انضف كل الشيش كده. بصراحة كان عليه تراب فظيع فظيع، حاسة ان انا بقالي 100 سنة ما عملتش البلكونة. بس انتوا شايفين اصلا التراب وهو نازل كده كان عامل ازاي. الجو اصلا لما بدأت اشتغل لقيت الشمس عمالة تروح وتيجي، اقسم بالله راحت وجت على ما خلصت البلكونة يجي مليون مرة يعني. مش عارفة كان مالها بصراحة، بس قلت ما بدهاش بقى، يلا. الجو كان عمال اصلا يحرر ويسقع يحرر ويسقع. عايزة اقولكم ان انا اصلا على ما دخلت حسيت ان انا زوري مقفول قفلة، فربنا يستر يعني. طيب عاوزة اعرفكم كده بنفسي سريعا، عشان لو حد لسه اول مرة يتفرج على فيديو ليا، وده اول فيديو يتفرج عليه. انا اسمي ندى، ام البنوتين، ودي قناتي يوميات ام البنات. ياريت تدعموني يا بنات، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملولي لايك وكومنت حلو زيكم تشجعوني بيه، وان شاء الله كده نعمل عيلة كبيرة قوي 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 مع بعض. ويا رب تكون بداية خير كده، وما تبخلوش عليا يا بنات باللايكات والكومنتات، وصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. طيب هنا بقى انا بصراحة على ما كبيت مية وغسلت وكده ونضفت الدنيا، كان ارضية البلكونة اتملت، عايزة اقولكوا اتملت مية. فانا الحل الوحيد اللي انا بعمله ان انا بالجاروف اللي انا بشيل بيه القمامة ده، عزكم الله، انا بلم بيه المية، بصراحة بيساعد معايا قوي قوي. فانا لما بنضف البلكونة بشيل باللي هو الجاروف ده، بيشيل معايا المية في ثواني. بعد كده الشرشوبة اللي انا كنت عاملة ريفيو عنها معاكم في المشتريات اللي انا كنت جايباها في تجديد المطبخ، لميت برضو بيها البواقي، بصراحة تحفة ونفعتني برضو جامد. لمعت برضو بيها الارضية كده. وحطيت النجيلة دي يا بنات هي بتاعت اصلا قدام باب الشقة، بس عشان في عمال وكده شغالين على السلالم، فقلت اخدها احطها ايه على مغسل السجادة بتاع البلكونة. فحطيتها كده، فهتلاقوا فيها اصلا قصات عجيبة، فهي اصلا مش بتاع البلكونة. على باذن الله دخلت الصيف كده اجيب الموكيت اللي هو الاخضر ده، اللي هو بديل النجيلة، لان النجيلة وحشة جدا ما بحبهاش بصراحة، بتلم تراب فظيع، وكمان مع البلكونة عندي لا هتبقى صعبة. فباذن الله كده هعمل لكم بقى، بصوا، قاعدة جامدة جامدة في البلكونة، بس باذن الله كده ايه على دخلة الصيف نعملها سوا مع بعض.
هنا بقى دخلت خلصت البلكونه، طبعا كانت الهدوم بتاعتي كلها اتبلت ميه. وقلت لو فضلت بيها طبعا هيبقى برد وش. فدخلت كده خدت شاور دافي وغيرت، وقلت بقى اطلع اكمل المعركة اللي في المطبخ. طيب هنا كان المطبخ مش احسن حاجة. لميت كده كل اللي فيه، وقلت اغسل كده الرخامة غسلة محترمة. عملتها رغاوي كده وظبطت الدنيا، ورجعت بقى كل حاجة مكانها. والكاتل ده برضو مسحته. عاوزة اقولك يا بنات الكاتل ده بحط فيه، لو حد مثلا عاوز يعرف هو بيتغسل ازاي كويس قوي، انا بحط فيه بعصر فيه ليمون، وبحط فيه خل، وبعمله دورة كده، احطه املاه على اخره مية مع الليمون والخل واسيبه يغلي. وبصوا بقى لو لازق فيه باللازق من جوه هتلاقوه زي الفل بصراحة. احسن ما تقعدوا تدعكوا بالسلك وكده، والحاجات اللي بتبقى الرواسب اللي بتبقى لازقه فيه دي ما بتطلعش. فقلت برضه اقول لكم بالمره وانا فاكره كده. وهنا برضو كملت اللي هي اسمها البرطمانات دي. كملتها برضو، حطيت الشاي الناقص وكملت السكر الناقص. وهنا بقى الحمد لله كنت انا معزومه عند مامتي امبارح، والنهارده بقى ربنا يخليها ليا يا رب ويبارك لي فيها يا رب. ادتني برضو اكل كده وانا ماشيه، بصراحه ادتني اكل كتير قوي. ف اتسحرنا بيه امبارح لما جيت من عندها، يعني فطرت عندها واتسحرنا بيه وبقيته كمان قلنا نفطر بيه. يعني ما شاء الله مدياني حاجات كتير قوي، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها ليا هي وبابا. والصابون اللي انا وريتهولكوا ده هي يا جماعه اللي عاملاه، بتعمله بايديها اقسم بالله اجمد 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 مليون مره من اللي انا بشتريه من بره. انا معرفش بتعمله ازاي، اروبه اروبه والله بتعمله. انا عايزه اقول لكم فوط المطبخ مع اني ببهدلها معايا، بس ببقى مطمنه ان انا مهما اعمل بيها حاجه وغسلتها بالصابون اللي ماما عاملاه ده، اقسم بالله بلاقيه قشطه قشطه كاني اصلا انا لسه جايباه جديد. فهبقى احاول كده ان انا اصور لكم مره وهي بتعمله وانزل لكم الطريقه. بصراحة هي بتعمله حلوة قوي قوي قوي، ولا مرة فشل معاها ما شاء الله. يعني ما تقلقوش ان انتوا هتاخدوا الطريقة منها، هينجح معاكم مليون في المية. وموفر طبعا عن اللي انتوا هتشتروه جاهز. وانا بحطه في الغسالة الاوتوماتيك، بحطه مع لو دور فيه بقع او حاجة. وعشان بنوتي برضو الصغيرة طبعا بتاكل بقى وكده وبتبقع نفسها، فبحط قطعة الصابون دي مع الغسيل، مع الدورة اللي انا بحطها، اقسم بالله بتطلع لي الغسيل مفيهوش بقعة واحدة. بستخدمه بقى في كل حاجة، وفي المواعين وفي غسيل الستانلس. لا جامد جامد، تسلم ايديها بجد. فانا هنا بقى انا كان عندي شوية مواعين كده بصراحة كنت سايباها، كسلت عنها بالليل، فقمت اتراكمت بقى عليا طبعا، ولميت كل اللي كان على الرخامة واللي على البوتاجاز، وقلت اغسلهم برضو كده. طيب تعالوا بقى يا بنات، عايزة اقول لكم ان انا في كل فيديو باذن الله هصوره معاكم هنحكي كده حكاية مختلفة نسلي نفسنا طبعا بيها، ونشوف رأيكم فيها ايه. ف يلا بينا. هنا بيقولي في يوم من الايام كان في ست اكبر مشكلة في حياتها حماتها، ما كانتش بتطيقها، وكانت وصلت لدرجة انها عايزة تتخلص منها، وكانت بتدور على اي وسيلة تعمل كده. وطبعا جريت على خالها الطبيب، وقالت له انا عايزاك تديني دواء او سم يموت الست دي، لان خلاص مش طايقة اني اعيش معاها. وهنا قرر خالها انه يساعدها في الجريمة دي، ويديها سم تحط كل يوم نقطة لحماتها لمدة 30 يوم، وقال لها في خلال ال30 يوم دول هي هتموت. وعايزة اقولك بقى ان محدش هيعرف كمان ان انتي السبب، بس عايز منك طلب مهم، عايز منك تتعاملي معاها بحب،
تتعاملي معاها بود، تحاولي بقدر الامكان ان انتي تبيني لهم ان انتي وهي سمنة على عسل، عشان محدش طبعا يشك فيكي. وفعلا بدأت الخطة انها تعمل كده، وكل يوم تحط لها نقطة في الاكل من السم ده، وبعد 10 ايام، 15 يوم، 20 يوم، لقى خالها، لقاها بتجري عليه وبتقوله يا خالو ارجوك الحقني يا خالو، انا مش عايزة الست دي تموت، انا بدأت احب الست دي، انا لما اتعاملت معاها كويس لقيت الست دي بقت واحدة تانية خالص، ارجوك اديني اي حاجة توقف السم ده، انا مش هينفع اعمل فيها كده. وهنا كانت المفاجأة والدرس العظيم، ان خالها قال لها على فكرة انا ما اديتكيش سم ولا حاجة، انا اديتك مية تحط لها كل يوم نقطة، لاني عارف ان انتي لو غيرتي طريقتك معاها هتحبيها وهتبقي مش عايزة تستغني عنها. في ناس في حياتنا سنهم كبير مش قادرين يعملوا اي حاجة، ممكن يكونوا مروا بظروف في حياتهم غيرت من فيزيولوجيتهم وطريقة التعامل مع الناس اللي حواليهم. ممكن يكونوا رخمين وممكن يضايقونا وممكن، بس والله العظيم لو غيرنا طريقة تعاملنا معاهم بنلاقي جوه قلبهم انهم ناس طيبة وتستاهل. عشان كده ما تحاولش تتخلص من الناس الوحشة اللي في حياتك اللي قريبة منك، حاول كده تتعامل معهم بشخصية تانية، طبطب على قلبهم، طيب خاطرهم، اعمل اي حاجة تقرب ليهم. صدقني والله العظيم بعد وقت هتلاقي ان التعامل الحلو بيلين البني ادم، وهتلاقي ان اكتر حد كنت عاوز تتخلص منه اكتشفت ان هو اكتر حد انت محتاجه في حياتك. عشان كده غير طريقة تعاملك مع الناس اللي انت متضايق منهم في حياتك، هتلاقي والله العظيم الناس دي بقت ناس تانية خالص. بصراحة يا جماعة القصة دي عجبتني قوي، وقلت اشاركها معاكم واسألكوا لو حد فعلا جرب الطريقة دي مع حد ما كانش مرتاح له او ما كانش بيحبه. مش شرط تكون حماتك، حماكي، اي حد، اي حد في حياتك قبلك، انتي ممكن تكوني عملتي كده وفعلا اتغير وانتي اتغيرتي ولقيتيه ان هو بني ادم تاني خالص. لو حد مر بالتجربة دي يا بنات يكتبلي في الكومنتات. وانا طبعا عارفة ان في ناس مهما تعاملنا حلو معاهم برضو هم مش بيتغيروا ابدا. انا بسأل بس على اللي هو فعلا الطريقة دي نفعت معاهم، لان في ناس والله العظيم مهما تعملوا لهم ايه بالذي مفيش قلبهم تحس ان في جحود كده جواهم. مش عارفة بصراحة، ده الواحد والله العظيم لو البني ادم اللي قدامه عامل فيه ايه بالذي وجيه بس ضحك في وشه كده، اقسم بالله العظيم بينسى اصلا هو كان زعلان ليه. طب انتوا تعرفوا انا ساعات ببقى زعلانة مثلا مع حد وبتكلم معاه فالحد ده بيستغرب اللي هو هي ازاي مثلا بتتعامل معايا، هي نست. ايوه فعلا اقسم بالله بكون نسيت ان انا زعلت مع البني ادم ده، وبصراحة شايفاها ان هي حاجة يعني فظيعة قوي. بس مش عارفة هو كده ده طبع فيا ان انا فعلا بنسى ايه المشكلة او بنسى البني ادم ده انه زعلني او كده. طيب يا بنات، وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش دعمكم واشتراككم في القناة، ونسيبكم على ذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نشوفكم على خير يا بنات في فيديو جديد. واسفة جدا لو انا قصرت معاكم في الكلام او بتلخبط او كده، انتوا عارفين عشان دي اول طبعا فيديوز ليا، فبيبقى بس الكلام ببقى متوترة وكده.